بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة 18 مارس، كل عام وكل أطباء مصر بألف خير. النهاردة يوم الطبيب المصري. يوم الطبيب المصري بتحتفل به نقابة الأطباء من حوالي 44 سنة، لكنه كمناسبة أو كفكرة، كفكرة اليوم ده. المناسبة الحقيقية بدأت من أكتر من تقريبا 200 سنة، 200 إلا 4 سنين، تحديدا 18 مارس 1827، عندما أنشئت لأول مرة مدرسة الطب الحديث أو الطبيب خانة في عمرو العالي، وكان مقرها في البداية في أبو زعبل، ثم انتقلت بعد 10 سنوات تقريبا إلى مقرها الحالي اللي هو قصر العيني. العيني ده كان الباشا اللي تبرع بالقصر بتاعه لإنشاء مدرسة الطب، أو تبرع بيها للمدرسة اللي كانت موجودة في أبو زعبل، فهو تبرع بيها بالقصر بتاعه كمكان واسع ومكان يصلح للتعليم وفي نفس الوقت العلاج للمرضى، وسميت مدرسة الطب بمدرسة قصر العيني. ولغاية دلوقتي كلية طب القاهرة مقرها موجود في قصر العيني، وتسمى بكلية طب قصر العيني، وهي طبعا الكلية الأم لكل كليات الطب اللي في الجمهورية كلها، سواء عامة أو أهلية أو خاصة. هي تظل كلية طب قصر العيني هي الكلية الأم لنا كلنا. فيوم 18 مارس هو يوم الطبيب المصري. طبعا الفترة اللي فاتت طبعا الأطباء عانوا جدا جدا في وباء كورونا، فكان وسقط منهم شهداء يقدروا ببضع مئات من الشهداء، ده في الأرقام اللي هم الضحايا المباشرين للكورونا، اللي هم ماتوا بسبب العدوى، مش ماتوا مثلا بسبب الإجهاد أو بسبب لو شفنا عدد ضحايا أو عدد شهداء، نحسبهم شهداء من أطباء مصر في فترة الكورونا، أعتقد إن هم ممكن يعدوا الألف بشكل مباشر أو غير مباشر. عدد أطباء مصر النهاردة ما يزيدش عن نص مليون، يمكن أقل من كده، ممكن 300,000 350,000 بالكتير قوي. الأطباء في مصر بيعملوا بشكل في المجمل، طبعا فيهم كويس فيهم وحش، بس هم في المجمل الأطباء من أكتر الناس اللي بتشتغل فعلا في مصر، وبتشتغل سواء في مقابل أو ما فيش مقابل. فعلا الطب مهنة سامية جدا جدا، مش بتكلم كده عشان أنا طبيب، وأنا بتكلم ده اللي احنا بنشوفه. يمكن يمكن هي مش دعاية، بس أنا فعلا بدعوكم لمشاهدة مسلسل بالطو. هو فعلا هو طبعا جاي بشكل كوميدي، لكنه بيعبر فعلا عن كثير مما يحدث أو مما يلاقيه الطبيب المصري بالذات في بداية حياته. الطبيب المصري من المجاهدين، من المكافحين، طبعا لعلاج الأمراض في ظروف صعبة، قد تكون ظروف اقتصادية، ظروف اجتماعية صعبة جدا. ساعات بيحارب الجهل والفقر والمرض في وقت واحد، مش بس المرض. في بعض الإحصائيات كانت بتقول إن كونك تبقى طبيب في حد ذاته، فأنت كده عمرك الافتراضي هيقل 10 سنين عن غير الطبيب، والكلام ده في أمريكا مش في مصر. فما بالك بقى بالطبيب اللي عايش كمان فوق ده كله ظروف اجتماعية واقتصادية صعبة زي الطبيب المصري. نهنئ كل اخواتنا الاطباء بيوم الطبيب المصري، ونسال الله لهم جميعا السلامه، ونسال الله التوفيق لكل من يحارب المرض، ولكل من يساعد في تخفيف آلام الناس. ده كان فيديو سريع بمناسبة يوم الطبيب المصري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.